في دنيتنا دي بنعيش ساعات وننسى إن كل خطوة بنمشيها وكل كلمة بنقولها بنتحاسب عليها، وبنجري ورا الدنيا وبنفتكر إن العمر لسه طويل وإن باب التوبة هيفضل مفتوح وموارب لحد ما نقرر نرجع بمزاجنا. بس الحقيقة إن الموت ما بيستأذنش حد، وبيجي في ثانية ينهي كل حاجة وبيحطنا في مواجهة مع أعمالنا. والنهاردة هنشوف مع بعض قصة مرعبة ومؤثرة جدا وبتدور حوالين عيلة الشيخ زاكر الأب الشديد اللي دايما كان بيحذر ولاده الأربعة من عذاب الآخرة ونار جهنم. بس ولاده كانوا شايفين إن جهنم دي أي كلام ومش موجودة أصلا، وكل واحد فيهم عايش دنيته بالطول وبالعرض، وما كانوش يعرفوا إن الموت أقرب ليهم من حبل الوريد. وتعالوا نشوف إيه اللي حصل للإخوات الأربعة وإيه السر المرعب اللي هتكشفه البنت الصغيرة زهرة بعد ما كانت بين الحياة والموت. ويلا بينا وبسم الله نبدأ الحكاية. الفيلم بيبدأ بمشهد عزا لحفيدة راجل اسمه عم كارجو، وبيحضر العزا الشيخ زاكر ومراته ريتا ومعاهم ولادهم الأربعة علشان يقفوا جنب الراجل ويقدموا الواجب. عم كارجو كان صابر ومحتسب ومسلم ومسلم أمره لله في موت حفيدته الأولى، وشايف إن ده قضاء وقدر. في نفس الوقت ولاد الشيخ زاكر الأربعة بيبقوا قاعدين مع بعض على جنب في العزا وبيقولوا يا ترى البنت اللي ماتت دي راحت الجنة ولا بتتعذب في النار. وفجأة وسط الكلام زهرة بنت الشيخ زاكر سمعت صوت صريخ مرعب وعياط جاي من جوه، فخافت واتسحبت براحة ودخلت جوه البيت. وأول لما فتحت باب الأوضة اتفاجئت بالبنت الميتة وهي مربوطة بالسلاسل وبتتعذب بشكل يخوف. وأول لما البنت دي بصت لها زهرة خافت وجريت وهي بتصرخ وبتقول أنا شفت البنت وهي بتتعذب في نار جهنم. أم زهرة جريت عليها وهي بتحاول تهديها. وبعد المشهد ده على طول بتظهر على الشاشة الآية 56 من سورة النساء، واللي بتتكلم عن عذاب الكافرين، وإن كل ما جلودهم بتتهري وبتتحرق من النار ربنا بيبدلها بجلود تانية علشان يفضلوا يدوقوا العذاب. المشهد اللي بعد كده بنشوف فيه الشيخ زاكر وهو واقف يخطب في الناس عن رحلة الإسراء والمعراج بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش بقى إن انتوا تصلوا على النبي في كومنت. وبيحكي إن الرسول في الرحلة دي مش بس شاف الجنة ونعيمها، ده كمان شاف بعينيه أهوال جهنم وعذابها، وإن العذاب هناك على قد العمل في الدنيا. يعني كل ما ذنوب البني آدم كترت كل ما كان عذابه أشد وأصعب. وبعد ما خلص الخطبة الشيخ زاكر قال لابنه صالح قوم أذن المغرب. وبعد ما صلوا الشيخ خد ولاده ورجعوا على البيت. وأول لما وصلوا كل واحد من الإخوات الأربعة دخل أوضته، بس النور قطع فجأة في البيت كله. وبنعرف إن زهرة جبانة وخوافة، فأخواتها التلاتة استغلوا الفرصة وقعدوا يرعبوها وفضلوا يتريقوا ويستخفوا بكلام العذاب والنار. بس زهرة وقفتهم وقالت لهم ما تتريقوش على عذاب النار، وقالت لهم أنا بجد شفت البنت اللي ماتت وهي بتتعذب في نار جهنم. بس طبعا محدش منهم صدق كلامها. بعد الموقف ده بنسمع زهرة وهي بتكلم نفسها وبتقول هو فعلا في حاجة اسمها جهنم. وبعدها بدأت تستغفر ربنا وبتقول أنا أبويا دايما كان بيفكرنا باللي هيحصل لنا بسبب الذنوب، وكان بيقول لنا إننا لو عملنا ذنوب في الدنيا هنتعاقب عليها في النار. بس ساعات الدنيا بتلهينا لحد ما بنكتشف إن الوقت اللي فاضل علشان نجهز للآخرة قليل قوي، وإن لو مت النهاردة يا دوب يومين بالكتير والناس مش هتفتكرني. بعد كده الأحداث بتتقدم ل10 سنين وبنروح لعزيزة اللي هي بنت التانية للشيخ، وبتبقى واقفة بتغني في الحمام. وفجأة الشيخ زاكر بينده على عزيزة وبيقول لها يا بنتي ما تغنيش في الحمام تاني. وفي نفس الوقت زهرة بتشيل ملحق في الرياضيات وبتبقى خايفة من أبوها جدا، فبتروح لأمها وبتوريها ورقة إجابة الامتحان بتاع الرياضة. وقالت لها والله أنا حاولت على قد ما أقدر بس مش عارفة أفهم الرياضة دي وبقيت مكتئبة بسببها. وقالت لها أنا من كتر خوفي من النار مرضتش أغش خالص. فأمها طمنتها وقالت لها أهم حاجة إنك صادقة وأمينة، وطلبت منها تشد حيلها ووعدتها إنها تساعدها في المذاكرة. وفجأة وسط الكلام ده فجر بيوصل البيت، فأمه استغربت وسألته أنت رجعت بدري ليه؟ هو مش المفروض الكورس بتاعك مكمل لحد بالليل؟ ففجر قال أنا رحت علشان أخلص الواجبات بتاعت بكرة.
واستأذن من أمه إن هو يبات في بيت صاحبه بكرة علشان يذاكروا مع بعض. أمه استغربت وقالت له هو ضروري يعني تبات هناك؟ ففجرة قال لها ما هو أبات عند صاحبي أحسن من إن أنا أسقط في امتحان القبول بتاع الكلية تاني. وفي وسط الكلام ده صالح رجع البيت من السفر، فكلهم رحبوا بيه وفرحوا جدا برجوعه، وقعدوا كلهم مع بعض علشان يتعشوا. فأبوه سأله وقال له مش كان المفروض تكون مشغول في رسالة التخرج بتاعتك؟ إيه اللي جابك فجأة كده؟ فعزيزة دخلت في الكلام وقعدت تسأل صالح عن الفعاليات والمشاهير في جاكرتا، بس الأب قال إن صالح المفروض يساعد فجر في مذاكرته علشان هو كمان يقدر يدخل كلية كبيرة في المدينة. فصالح قال لأبوه أنا خلاص بقيت معيد ومساعد دكتور في الجامعة وأقدر أساعد فجر بكل سهولة. صالح كان جايب معاه هدايا من المدينة لأبوه وأمه، والهدايا بسطتهم جدا. ومش بس كده، ده جاب لزهرة كتاب رياضة علشان تذاكر منه للسنة الجاية. وبعدها عزيزة قالت أنا كل أصحابي عندهم توك شعر أستك وأنا ما عنديش ونفسي في واحدة. فصالح طلع لها عروسة لعبة، بس عزيزة قالت له أنا كبرت خلاص وما بقتش ألعب بالعرايس دي. فزهرة هزرت معاها وقالت لها بس لو كبرت بقى يبقى مش محتاجة العروسة دي. فعزيزة اتقمصت وسابت الأكل وقامت. صالح راح ادى فجر الهدية اللي جابها لها وهو مداريها. في نفس الوقت الأب بيلاقي ورقة الامتحان الرياضة بتاعت زهرة، وبما إنها كانت مخبياها عنه فقام عاقبها. وفجأة التليفون هنا رن، فالشيخ زاكر رد على المكالمة وعرف إن ديني صاحبة عزيزة انتحرت. أول لما سمع الخبر بدأ يجهز نفسه بسرعة علشان يروح الجنازة. وعلى الناحية التانية صالح بيروح لعزيزة علشان يديها العروسة اللعبة، بس لقاها لسه قاعدة ومقموصة ومدية بوس كده. فقام طلع لها لعبة تانية عبارة عن سلم موسيقي، وقال لها يظهر كده إن الست عزيزة مش محتاجة اللعبة دي كمان. بس أول ما عزيزة شافت اللعبة فرحت جدا وطلبت من صالح يساعدها تفتكر لحن الأغنية. فصالح سألها هو أنت بجد نفسك تبقى مغنية؟ وسألها هو ميعاد الحفلة بتاعتك إمتى؟ عزيزة قالت له العرض هيكون النهاردة بالليل الساعة 8، بس بابا مانعني من الغنى قدام الناس. فصالح سألها أنت عايزة تغني النهاردة بالليل في الحفلة بجد ولا لأ؟ بس وسط كلامهم كده زهرة دخلت وقالت لهم على خبر انتحار ديني، وسألت عزيزة عن سبب انتحارها بما إنها كانت صاحبتها. بس عزيزة أول لما سمعت الكلام ده اتعصبت واتضايقت. فزهرة قالت لها أنا مش بتلومك على موتها، بس بحاول أفهم إيه اللي حصل بالظبط، علشان سمعت إن ديني كانت متخانقة مع واحدة صاحبتها في الفصل، وديني اتهمت البنت دي بالسرقة. وزهرة كانت لسه هتكمل باقي التفاصيل وتحكي، بس عزيزة قطعت كلامها وسابتها ومشيت. وبعد كده الأم والأب اتكلموا مع عزيزة وقالوا لها إحنا لازم نروح نحضر جنازة ديني ونقف مع أهلها في المحنة دي. بس صالح اتدخل في الكلام وقال لوالده ووالدته أنا حاسس إن الأحسن إننا نسيب عزيزة في البيت لوحدها الليلة دي علشان تستوعب الصدمة وبلاش نضغط عليها. وقال لهم أنا هفضل مع إخواتي واخد بالي منهم. والأهل وافقوا وبعدها خرجوا من البيت ومشيوا. وأول لما الأب والأم خرجوا وقفلوا الباب وراهم من هنا صالح لف لإخواته بسرعة وقال لهم يلا قوموا اجهزوا والبسوا هدومكم بسرعة علشان نخرج. فجر بص لصالح باستغراب وقال له احنا رايحين فين بالسرعة دي؟ صالح قال له عزيزة أختنا نجحت ووصلت للتصفيات النهائية في مسابقة الغنى الكبيرة، وعلشان كده هي لازم تروح وتشارك في الحفلة وما ينفعش تفوت الفرصة دي أبدا. زهرة لفت وبصت لعزيزة وسألتها انت لسه مصممة وعايزة تروحي تغني وتبسطي في المسابقة حتى وصاحبتك ديني لسه منتحرة من شوية؟ فعزيزة اتضايقت جدا واتعصبت من سؤال زهرة وشافت انها بتنكد عليها. زهرة قالت لها انا مش قصدي اضايقك، بس انا عندي امتحان صعب بعد بكرة ونفسي اقعد في البيت علشان اذاكر واراجع، علشان خايفة جدا من ان انا اسقط، ولو سقطت ابويا هينفخني حرفيا. فجر حب يلطف الجو فهزر مع زهرة وسألها بضحك هو اللي بيسقط في امتحان المدرسة بياخدوه ويدخلوه النار على طول؟ يا ريتك ما هزرت يا فجر عشان يومك طين النهارده. صالح قال لزهرة بلاش تكبري المواضيع دي في دماغك وتقعدي تفكري وتحبكيها بطريقة ابويا الصعبة دي. وقال لها ان لو حصل اي حاجة بعدين وبابا عرف وبقى في اي عقاب فاحنا كلنا اخوات وهنقف مع بعض وهنتحمل العقاب ده سوا. وقال ان لو كلهم مش موافقين على الخروجه فهو مش هياخد خطوة ومش هيروحوا في اي حتة وهيقعدوا في البيت. عزيزة لما سمعت كلامه وقعدت تترجى زهرة وتتحايل عليها بكل الطرق علشان توافق وتيجي معاهم وما تضيعش عليها الحفلة. زهرة بدأت تقلق وتفكر في الفرض وقالت طب وصلاة العشاء اللي هتفوتنا دي هنعمل فيها ايه؟ بس صالح طمنها بسرعة وقال لها ما تقلقيش خالص، اول لما نوصل
المكان هناك هنلاقي جامع قريب وهندخل كلنا ونصلي العشاء جماعة. فجر كمان وافق في النهاية وقال تمام انا هاجي معاكم وما عنديش مشكلة، بس فكرهم وقال لهم خلوا بالكم انا برضو ورايا مشوار تاني مهم ولازم اروح في حتة تانية بعد ما نخلص. صالح قال للكل يجهزوا نفسهم بسرعة، وبعدها لف الفجر وقال له ها يا فجر طمني، الهدية اللي انا جبتها لك دي عجبتك؟ وقال له انا جبتها لك في السر ودارتها عن الكل علشان بابا عينيه ما توقعش عليها ويقلبها نكد. الاخين قعدوا يهزروا، وسط الهزار في ورق وقع من شنطة صالح على الارض، واول ما فجر وطى ولمح ورقة منهم اتصدم من ان صالح بيروح المدينة علشان يلعب قمار مش عشان الدراسة والكلية بس. وفي نفس الوقت عزيزة خرجت وهي جاهزة، بس زهرة قالت لهم طب والعشاء اللي ماما قالت لنا ناكله؟ صالح قال لها احنا مستعجلين جدا ووقتنا ضيق وما ينفعش نتأخر اكتر من كده، بس زهرة صممت تسمع كلام امها وقعدت تاكل في البيت الاول. يعني انت يا ست زهرة هتخرجي من ورا اهلك، بس حبكت على الاكل يعني ما تغوري في داهية. على الناحية التانية الشيخ زاكر ومراته ريتا وصلوا لجنازة البنت ديني وكانوا بيجهزوا كل حاجة علشان يدفنوها، وام ديني كانت قاعدة جنب جثة بنتها وبتعيط بحرقة تقطع القلب. وفي الوقت ده الاخوات خرجوا مع بعض وكانوا ماشيين وماسكين شمسية في ايديهم علشان الجو. في السكة وهما ماشيين قابلوا عم كارجو وابنه، والراجل حذرهم وقال لهم بلاش تروحوا من الطريق ده لان الجو قلب وبقى وحش، بس هما قالوا له لازم نوصل للمكان هناك قبل صلاة العشاء ومفيش وقت خالص. الغريب ان عم كارجو كان بيدور على صالح بالذات وقعد ينده عليه كذا مرة، بس صالح نفض له وعمل نفسه مش سامع وكبر دماغه ومشي بسرعة واخد اخواته معاه. زهرة استغربت جدا وسألت نفسها هو ليه عم كارجو كان بيدور على صالح بالذات وبيتكلم معاه بالطريقة دي. وبالرغم من ان المطرة بدأت تنزل جامد صالح صمم ان هما ياخدوا طريق مختصر ويمشوا من وسط النهر ويعدوه بدل ما يلفوا ويروحوا من فوق الكوبري، مع ان منسوب مية النهر كان بدأ يعلى والفيضان هنا بيزيد. صالح قعد يطمن عزيزة ويشجعها وقال لها ان الليلة دي مهمة جدا ومستقبلك واقف عليها وانا هحميك ومش هسيب حاجة تلمسك. وقعد يحمس الكل وطلب منهم يتحركوا لقدام علشان يقعدوا الناحية التانية، ونده على زهرة وفجر علشان يحصلوهم ويمشوا معاهم في المية. وهم بيعدوا النهر الوضع بقى خطير فوق ما تتخيل، وفجأة النهر فاض ومنسوب المية عالي في ثانية وجرفهم وشالهم كلهم في طريقة. الأم قلبها حس إن ولادها في مصيبة كبيرة فسابت الجنازة ورجعت البيت جري، بس أول لما فتحت الباب ما لقتش أي حد هناك. بدأت تدور وتفتش في الأوض واحدة ورا التانية وهي مخضوضة، بس البيت كان فاضي. وفجأة سمعت صوت دندنة عزيزة وهي بتغني طالع من الحمام، ولما راحت علشان تشوف في ايه لقت عزيزة واقفة في زاوية الحمام بشكل غريب ومش طبيعي وبيخوف. وفجأة عزيزة لفت وشها وكان مرعب ومخيف جدا. الأم صرخت بقى على صوتها والشيخ زاكر جري عليها وقعد يهدي فيها ويطمنها. بعدها الشيخ زاكر وقف يصلي العشاء جماعة مع مراته علشان يدعوا لأولادهم، بس طول الصلاة الأم ما كانتش سامعة غير صوت صريخ ولادها وعياطهم وهما بيستنجدوا بيها. وأول لما الصلاة خلصت وسلموا سمعوا خبط على الباب والناس من أهل القرية كانوا واقفين بره. ولما فتحوا الباب ابن عم كارجو قال لهم وهو مخضوض إن هو راجع بعد ما صلى المغرب شاف ولادهم قريبين من النهر وكانوا ماشيين في طريق خطير. عم كارجو اتكلم وقال للشيخ زاكر وحد الله وخلي إيمانك بربنا قوي يا شيخ زاكر. وابنه كمل كلامه وقال لهم إن في شهود عيان شافوا الطيار القوي بتاع المية وهو بيجرف الولاد. وبعدها طلعوا شنطة صالح اللي لقوها مرمية على ضفة النهر ووراها لهم. الأم صرخت وقالت لهم طب ولادي فين دلوقتي؟ هم فين؟ انا عايز اعرف. عم كارجو رد عليها بحزن وقال لها ان النهر لسه حالته خطر جدا وفي فيضان ومش عارفين يوصلوا للولاد لحد دلوقتي بسبب الضلمه. الشيخ زاكر قال انا مش هقعد مكاني وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان ادور عليهم الليله دي ومش هستنى للصبح. بس عم كارجو حذره وقال له النهر مرعب ومحدش يقدر ينزل فيه دلوقتي خالص. وتاني يوم الصبح يا صديقي فريق الانقاذ الوطني نزل مع اهل القريه كلهم وبدأوا يعملوا عملية بحث وإنقاذ واسعة في النهر، بس بالرغم من إنهم فضلوا يدوروا طول النهار وبذلوا كل جهدهم ما لحقوش أي حد وما قدروش ينقذوا أي فرد منهم. وعلى وقت المغرب كده لقوا جثة صالح وهي طافية على وش المية، وبعد ما اتأكدوا من وفاته الكل بدأ يردد بحزن إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي العالم الآخر صالح فاق ورجع لوعيه، بس لقى نفسه في مكان غريب ومرعب وبدأ يسمع أصوات ناس بتصرخ
بتصرخ وبتعيط وصوت الآهات والوجع مالي المكان كله، والكل بيستنجد وبيطلب المساعدة من غير فايدة، ولمح ناس متسلسلة بسلاسل حديد وبتتعذب. هنا صالح استوعب الحقيقة المرة وعرف إن هو خلاص بقى في جهنم، وملائكة العذاب كانوا واقفين بيعذبوا أهل النار بأبشع وأقصى أنواع العذاب اللي ممكن تخطر على بال بشر. ربنا يكفينا شر جهنم جميعا. وفي اللحظة دي جه ملك من ملائكة العذاب ومسك صالح وحط سلسلة حديد تقيلة حوالين رقبته. بعدها الملك ده مسك راجل تاني ونيمه على صخرة كبيرة صلبة وصب مية حمم بركانية بتغلي فوق دماغه. وبعدها الملك ربط ايدين صالح الاتنين بالسلاسل وشد لسانه لبره وقطعه، وبمجرد ما اللسان اتقطع رجع ينمو ويكبر تاني، والملك بيرجع يقطعه من جديد. وفي وسط العذاب ده بنشوف فلاش باك من الماضي. صالح كان قاعد مشغول ومندمج جدا وهو بيلعب جيم، وامه عماله تنده عليه وبتطلب منه يقوم يصلي فرض ربنا وهو منفض ومطنش، وبدأ يتضايق ويتعصب من الحاحها وقعد يأجل في الصلاة ويقول لها هقوم اصلي بعدين. وده بيوضح ان العقاب المرعب ده كان بسبب توهانه في الصلاة. والمشهد بيرجع تاني للواقع في الدنيا. رجال الانقاذ لقوا جثة تانية مرمية على ضفة النهر، وطلعت جثة فجر. اهل القرية اخدوا الجثتين ورجعوا بيهم على البيت، واول لما الام شافت المنظر ده انهارت تماما وفضلت حاضنة ولادها وعمالة تعيط على اخرها. وبعد شوية بدأوا يغسلوا الجثتين ويكفنوهم. وفي نفس الوقت بنشوف روح فجر هي كمان في جهنم. فجر كان قاعد ومتربط على كرسي من حديد وحاطين على دماغه جهاز غريب، وبدأوا يغرسوا ويدخلوا سياخ حديد جوه عينيه بقسوة جدا. صالح لمح اخوه فجر وهو بيتعذب والمكان كله حواليهم ما كانش فيه غير الصريخ اللي يقطع القلب. وبنشوف فلاش باك لصالح وهو بيوري اخوه الصغير فجر بوستر واعلان لمكان، وقال له ان المكان ده مش بتاع مساج وبس، لا ده بيقدم خدمات تانية شمال، ويقصد بكلامه العلاقات الغير شرعية. صالح قعد يغويه وعرض عليه ان هو ياخده هناك، وقال له ما تقلقش انا اللي هدفع الحساب وهتكفل بكل حاجة. وبعد الفلاش باك ده عذاب صالح بدأ يتجدد ويرجع من تاني، والملايكة دخلوا سيخ حديد محمر من كتر النار من ناحية بقه وطلعوه من الناحية التانية. وفي الدنيا الناس كلها بتجهز كل حاجة علشان يدفنوا الاخين دول. وفجأة جه واحد ودخل على الشيخ زاكر وقال له ان النور قاطع في الطريق اللي رايح للمقابر، وبسبب المطرة الشديدة السكة بقت كلها طين، ودفنهم بالليل في الضلمة دي هيكون صعب ومستحيل. وفي الوقت ده الام بتسيبهم وبتدخل اوضة فجر وبتفتح درج المكتب بتاعه، وبتلاقي صور لفجر وهو متصور مع بنات كتير ومعاهم علبة واقي ذكري. الام اول لما بتشوف المنظر ده ما بتبقاش عارفة تعمل ايه، تقعد في مكانها وهي حاطة ايديها على دماغها من كتر الصدمة. ولما خرجت بره الأوضة لقت بنت قاعدة بتعيط بحرقة جنب جثة فجر. وفي نفس الوقت الستات اللي واقفين كانوا عمالين يلتوا في الكلام ويقولوا ده فجر ده ما شافش ريحة الرباية وكان مقضيها وعنده صحاب بنات كتير، وانه كان بيسرق الفلوس من صندوق تبرعات دار الايتام علشان يصرف منها على خروجاته دي. نرجع تاني لجهنم وبنشوف فجر وهو بيترمي من فوق جبل عالي جدا، واول ما بينزل على الارض ايديه ورجليه بيتكسروا تماما. بس في ثانية كل حاجة رجعت سليمة وزي ما كانت علشان يتعذب تاني وتالت. اما صالح فالملائكة فرموه وسط الحمم البركانية والمية اللي بتغلي، وبقوا يغصبوه ويجبروه يشرب من الصديد والدم. اما في الواقع فالاب كان قاعد جنب جثث ولاده صالح وفجر، وبدأ يتكلم معاهم بقلب حزين ومكسور وهو بيعتذر لهم وبيقول لهم انا مش هقدر ادفنكم الليلة دي لان الجو وحش بره، ده غير ان اخواتكم التانيين لسه مش عارفين طريقهم. وفجأة وسط الكلام ده جالهم خبر ان في واحدة من البنات لقوها لسه عايشة وفيها النفس ونقلوها على المستشفى. والمشهد هنا بيتنقل للمستشفى وبنعرف ان البنت اللي نجت من الموت دي هي زهرة، بس كانت في غيبوبة تامة. الاب والام وصلوا بسرعة علشان يشوفوها ويطمنوا عليها. وفي نفس الوقت بنشوف روح زهرة في جهنم وبدأت تستوعب وتتأكد ان كل كلمة بابا كان بيقولها ويحذرهم منها عن العذاب كانت صح وحقيقة مش خيال، وشافت بعينيها الناس وهم بيتعذبوا بأبشع الطرق. اما في الواقع الشيخ زاكر بيسيب مراته عند زهرة في المستشفى وبيرجع هو على البيت، واول لما بيوصل هناك بيسمع ناس من اهل القرية اللي واقفين مستنيين الجنازة وهم بيرموا كلام على اولاده الميتين، وكانوا بيحكوا عن سفرهم لجاكرتا وحياتهم السرية اللي مداريينها عن الناس. وقالوا ان البنت اللي الشيخ ما كانش بيحبها اللي هي زهرة هي الوحيدة اللي ربنا كتب لها عمر وطلعت عايشة. الشيخ الذاكر دخل اوضة زهرة ومسك كتابة ولقى جواه نوتة صغيرة كاتبة فيها بابا شديد وقاسي معايا لانه عارف اني قوية وما ينفعش افقد شجاعتي ابدا. وبنرجع للماضي وبنشوف الشيخ الذاكر وهو بيقول لزهرة
زهرة ما تخافيش من العفاريت والجن، خافي من ربنا وبس. زهرة من صغرها كان طبعها جبان وخوافة شوية، وعلشان كده الشيخ زاكر كان دايما بيتعصب على مراته وبيقول لها بزعيق انت بتلفي على بيوت الناس وبتعملي رقية شرعية لولادهم علشان يعيشوا ويخفوا، وسايبة بنتك جبانة وغبية. اول لما المشهد بيرجع تاني للوقت الحالي، ابن عم كارجو بيجي جري للشيخ زاكر وبيبلغه ان ابوه عايزه في موضوع مهم جدا ولازم يتكلم معاه حالا. الشيخ زاكر راح علشان يقابل الراجل الكبير، وعم كارجو بدأ يفكر الشيخ زاكر ويقول له الانسان لازم دايما يجهز نفسه للاخره، وقال له ان من فتره طويله قبل الحادثه دي بكتير كان المفروض يقعد ويتكلم مع صالح، بس للاسف ملحقش والفرصه ما جاتش. الراجل العجوز قال لزاكر انه كان فاكر ان لسه في العمر بقيه وقدامه وقت طويل علشان يوعي صالح، وقال للشيخ للاسف صالح ابنك نصاب، وكان قايل لي على نظام تامين لو اشتركت فيه تكاليف عمليه الميه البيضاء اللي هعملها في عيني هتقل بكتير. بس اول لما صالح لم مني الفلوس اختفى، والموضوع ما كانش واقف عليا بس، ده الست زينة وناس تانية كتير من اهل القرية دفعوا لصالح مبالغ وفلوس كتيرة تحت اسم التأمين ده، وصالح لما كل الفلوس دي وحطها في جيبه. الشيخ زاكر اول لما سمع البلوة دي طلع جري على أوضة ابنه صالح وفتح شنطته وقعد يفتش فيها، وفعلا لقى جواها استمارات مملية بأسامي الناس اللي بعتوا الفلوس ومعاهم فيش عمولات بتاعة لعب القمار. وهنا الأب عرف إن ابنه كان نصاب وبتاع قمار، فوقع من طوله من كتر الصدمة. وفي الفلاش باك بنشوف صالح وهو بيدي لأمه مبلغ من الفلوس، وهي بكل طيبة نية صدقت إن الفلوس دي من شقاه وتعبه بالحلال ومكسبه من الكلية، فأخدت الفلوس منه وفضلت تدعيله من قلبها بالتوفيق والنجاح في حياته. وبعدها المشهد بيورينا صالح وهو بيوزع هدايا على الأطفال في الشارع وفرحان، بس أول لما لمح عم كارجو جاي من بعيد استخبى منه وجري بسرعة. في الوقت ده زهرة كانت عمالة تلف في جهنم وهي مرعوبة وبتدور على اخواتها، وفجأة بتلمح فجر وهو بيتعذب كان نايم وممدد على صخرة صلبة، والملايكة نازلين كوي في جسمه بحتة حديد دايبة ومولعة نار. وتاني يوم الصبح في الواقع الشيخ زاكر نزل بنفسه وراح لنفس النهر وقعد يدور على بنته عزيزة، واخيرا لقى جثة عزيزة طافية وميتة. الشيخ زاكر انهار تماما وفضل يعيط على بنته. المشهد بعد كده بيرجع تاني لجهنم، وهناك زهرة لقت عزيزة واقفة بتتفرج على ديني صاحبتها وهي بتتعاقب. ديني كانت بتتشنق بحبل، والعملية دي بتتكرر معاها لانها انتحرت وماتت كافرة، وعلشان كده ده كان عقابها. في اللحظة دي بنشوف فلاش باك لعزيزة لما اتقفشت وفي ايديها الغويشة او السلسلة بتاعت ديني، ولما ديني بتقول لعزيزة اعترفي انك سرقتيني بترفض تعترف بعملتها، وبسبب الحوار ده المدرسة رفضت ديني وطردتها، وبسبب الظلم والوجع اللي ديني حست بيه وسط زمايلها بتقرر انها تنتحر. وبعد الفلاش باك ده ملائكة العذاب اخدوا عزيزة هي كمان عشان تتعاقب، شدوا لسانها لبره ودقوا فيه مسامير حديد تقيلة، وبعدها ربطوها وبقوا يقطعوا ايديها الاتنين كذا مرة ورا بعض لان الايدين دي هي اللي استخدمتها في السرقة والظلم. بنرجع هنا للواقع والدنيا وبنشوف الام وهي منهارة وبتدعي ربنا وتترجاه وبتقول له يا رب عاقبني انا بذنوبهم وبلاش هم، وفضلت تصرخ وهي بتعيط وبتقول ان ولادها ما كانوش جاهزين ابدا للاخره وما كانوش مستعدين للقاء ربنا. وبعدها الشيخ زاكر بيروح علشان يصلي صلاة الجنازة على ولاده الثلاثة، بس فجأة بيحس ان خلاص ما عادش قادر، فبيقول للناس انا مش هقدر اقف واصلي على ولادي، فبيطلع راجل تاني من الموجودين وبيئم الناس وبيصلي هو الجنازة، وبيدفنوا الثلاث جثث بعدها. وفي جهنم زهرة بتبقى واقفة وبتستوعب ان الذنوب والمعاصي اللي الانسان بيعملها في الدنيا دي هيتحاسب عليها وهياخد عقابه عليها في الاخرة آجلا ام عاجلا. وفجأة وسط الضلمة دي اعمال زهرة الصالحة بتظهر ليها على هيئة نور وبتقول لها المكان ده مش مكانك وانت مش هتبقي هنا. وبنرجع لزهرة في طفولتها وهي بتسأل امها ببراءة يا ماما هو الناس الاغبياء بيدخلوا النار؟ فامها حضنتها وقالت لها يا بنتي ان الواحد بيجيب درجات وحشة وقليلة في الفصل ده مش غباء خالص، الغباء الحقيقي هو ان واحد يستخدم عقله وتفكيره في الشر وفي الافعال الغلط والاذية. زهرة صغيرة وقتها رفعت ايديها للسماء ودعت ربنا من كل قلبها ان هو يطول في عمرها علشان تقدر تثبت لامها انها عاقلة وشاطرة وبتعمل الخير. والمشهد بيرجع تاني للحاضر وزهرة بتبص لاخواتها نظرة اخيرة وبتودعهم وهي بتعيط، وفجأة بتفتح عينيها وبتفوق من الغيبوبة وهي على سرير المستشفى، وزهرة بتقعد مع اهلها وبتحكي ليهم بالتفصيل عن العالم الاخر والعذاب اللي شافته هناك. وبنتقدم بالزمن وبنعرف ان الشيخ زاكر بقى بيتعامل مع بنته زهرة معاملة احسن، وبنشوف العيلة وهي بتزور قبور ولادهم اللي ماتوا. وبكده بينتهي فيلمنا. فلو عجبتك حلقة النهاردة يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد سمير.
سمير من قناة جن فيلم. اشوف وشكم بخير في فيديو جديد، وما تنساش تصلي على النبي في كومنت. سلام عليكم.